كانت الدنيا لسه بالذات في الدول الخليجيه لسه بتبدا بلادها بتحاول تنمي، ما عندهمش ناس من جوه بلدهم لسه عندهم القدرات الاداريه، بداوا يطلعوا بعثات بره عشان الناس تتطور وتتعلم في الثمانينات والتسعينات. ولكن في الفتره دي الناس دي ما كانش عندها الفكر الاستثماري وهو بيجيب موظفين. فعشان كده كان زمان ممكن انا ما بشتغلش حاجه، كلمت اخويا ولا قريبي جاب لي تاشيره، جيت اشتغلت شويه عامل شويه موظف شويه مش عارف ايه، تاجرت وقفت على رجل الدنيا مشي. ما تعيش بنفس النظريه القديمه، الكلام ده خلاص كان زمان ولا ايامه. النهارده الناس كلها هنا حتى المواطنين جوه الدوله بقى عندهم الخبرات، والدراسه اللي درسوها في اوروبا ولا في امريكا خلتهم بيشوفوا الموضوع الاقتصادي بشكل مختلف، بشكل احترافي. ده عايز موظف هديله قرش، الموظف ده فعلا يكون بروفيشنال، يكون انا فعلا محتاجه، يكون سعره مش غالي، متوسط سعره في بلده مظبوط، هقارنه بدول اخرى لو جبته من دوله تانية لا هو افضل في سمات معينه